ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد جايين. طبعا النهاردة بقى نتكلم عن الاهلي في كاس العالم للأندية، ايه اللي المفروض يحصل الفترة اللي جاية، ايه اللي احنا مستنيينه من النادي الاهلي الفترة اللي جاية في كاس العالم للأندية، وايه اللي ممكن يقدمه لنا المدرب الجديد ريفيرو مع النادي الاهلي، وايه اللي احنا برضو منتظرينه منه. كل حاجة عن النادي الاهلي ان شاء الله هنتكلم عنها في حلقة النهاردة. فتعالى بقى نخش على الحلقة، نتكلم براحتنا شوية ونفضفض شوية عن النادي الأهلي. بس قبل ما نخش على الحلقة ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. طبعا يا جماعة مع بداية الحلقة يعني لازم طبعا نحط ماتش باتشوكا قدامنا. مباراة ودية المدرب كان بيجرب فيها طبعا اللعيبة كلها وبيشوف ايه اللي ممكن يكون هو محتاجه، او ايه اللعيب اللي مثلا مستني منه حاجة معينة عشان يشوفه. طبعا ماتش ما نقدرش نحكم بيه على اللعيبة وادائها، وما نقدرش نحكم بيه على المدرب وافكاره، ما نقدرش طبعا نحكم على اي حاجة من خلال الماتش الودي ده، ولكن من خلاله نقدر ان احنا نحط يعني ايه علامات كده احنا محتاجينها، وحاجات اخدنا بالنا منها فلازم ان احنا نتكلم عنها، وهو ده اللي لازم النادي الاهلي ياخد باله منه. لان زي ما قلت لكم قبل كده في الحلقة لو تفتكروا اللي عملناها في ساعة القرعة بتاعة كاس العالم للأندية، قلت لكم فكرة بقى الحضور المشرف والمش عارف الزيارة المشرفة والكلام الفاضي ده كله. لا احنا يعني خلاص المفروض بقى نخرج من المود ده، لان احنا المفروض النادي الاهلي فريق كبير عامل صفقات على اعلى مستوى بالنسبه للقاره الافريقيه. فانت رايح تمثل قاره افريقيا، مش رايح تمثل مصر بس، انت رايح تمثل القاره. عندك كمان منافسين كبير ليك في القاره مثلا زي صن داونز طبعا والرجاء والوداد، كل ده. فعندك منافسين كتير، ده غير طبعا بقى الهلال ويعني والعين وكل الفرق العربيه اللي بتمثل الدول العربيه كمان. فانت مش رايح بقى تمثل تمثيل شرفي والكلام ده. وكمان زيد على ده ان انت القرعه بتاعتك ساعدتك اكتر من الفرق التانية. احنا شايفين الفرق التانية يعني في معارك في مدعكه، انما النادي الاهلي محطوط في مجموعه يعني يقدر بسهوله جدا انه لو لعب بشكل كويس انه يتاهل ويوصل لدور ال 16. وبعد كده نتكلم بقى، لان طبعا الكل بيقول يا عم طب ما احنا نوصل ال 16 هنقابل يا اما اتلتيكو مدريد يا اما باريس سان جيرمان، يعني طالعين نوصل لدور ال 16 وبعد كده نتكلم. انما ما ينفعش ان احنا نقول ان احنا رايحين نعمل تمثيل شرفي. تعال بقى نخش على طول على الفريق على طول ونتكلم شوية. عندك طبعا مشاكل وضحت جدا امبارح، وهي المشكلة الدفاعية، ودي اول حاجة انا حابب اتكلم عليها. عندك مشكلة في خط الدفاع بلا ادنى شك، عندك مشكلة. خروج رامي ربيعة في الوقت ده كان طبعا غلط جدا من وجهة نظري، ولكن انا معرفش برضو الاحداث اللي جوه النادي. طبعا ممكن اللعيب يكون طلبات اكتر او ايا كان الظروف اللي كانت موجود فيها، فخلاص الراجل خرج من النادي. فخلينا نتكلم على الادوات اللي موجودة عندك. طبعا انت عندك الاسامي اللي موجودة في خط الدفاع: ياسر ابراهيم، اشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني، عمر كمان عبد الواحد، واحمد رمضان بيكهام، ويحيى عطية الله، وكريم الدبيس، واحمد نبيل كوكا، وخالد عبد الفتاح. دي الاسامي اللي موجودة عندك في خط الدفاع. وعشان كده انا رأيي او وجهة نظري ان الاهلي ما ينفعش يلعب باربعة ورا، يعني ما ينفعش يلعب باتنين باكات. انا شايف من وجهة نظري ان الاهلي لازم يلعب بثلاثة ورا، ثلاثة مدافعين. لازم يكون موجود اشرف داري، ياسر ابراهيم، معاهم بقى مصطفى العش، ده التالت بتاعهم. الثلاثة يقدروا ان هم يعملوا تمركز ورا. وهتكلم في نهاية الحلقة عن وجهة نظري في التشكيلة اللي المفروض يلعب بيها النادي الاهلي واللي المفروض يلعب بيها ريفيرو، وضعين في الاعتبار الوضع بتاع النادي الاهلي. فطبعا خط الدفاع عندك فيه مشكلة. انا شايف من وجهة نظري ان دي الحل الوحيد ان انت دارك المشكلة الدفاعية اللي عندك، ان انت تلعب بثلاثة ورا. الثلاثة يكونوا متمركزين بشكل صح، الثلاثة يعملوا اللي عليهم بشكل صح، ويبقى فيهم واحد دايما متأخر بحيث ان هو يتفادى الاخطاء اللي زي مثلا ما شفناها في الجون بتاع امبارح. الراجل استلم في وسط الاثنين ولا كأن في اي حاجة. وشفنا في اكتر من غلطة في خط الدفاع. عندك كمان مشكلة كبيرة في العرضيات والكرات العالية. فيعني انت في خط الدفاع بتعاني. انت دعمت خط النص بطريقة غير عادية، دعمت برضو في خط الهجوم بشكل كويس، انما على مستوى الدفاع فانت عندك مشكلة كبيرة.
فعشان تتداركها انا شايف ان انت لازم تلعب بالشكل ده. ده وجهة نظري انا، انت وجهة نظرك طبعا هي الاهم، قولها لي تحت في الكومنتات. فطبعا دي اهم حاجة بالنسبة للنادي الاهلي، الخط الدفاع المشكلة اللي فيه. طبعا قدامه بقى في نص الملعب انت تمام، بس عندك برضو مشكلة كبيرة في نص الملعب. هتقولي ايه هي؟ هقول لك التحضير الكتير. انت بتحضر كتير قوي، بتحضر كتير قوي، وبتنقل من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وامام يدي بالرمضان وبالرمضان يدي ليحيى وهنقعد بقى نلعب في ال 18 بتاعنا او في نص الملعب بتاعنا كتير. وبعد كده اول ما بنخرج من خط النص عندنا وبنروح لخط النص او النص الملعب بتاع الفريق الخصم، على طول بتفقد الكرة بسرعة جدا، بطء في الحركة، بطء في القرارات. امام عاشور شفناه في اكتر من كورة عنده بطء يعني مش ده امام عاشور. مباراة ودية ما نقدرش نحكم على اللعيبة، برضو اللعيبة ايه مش واخدة وضع المنافسة والكلام ده طبعا اكيد فاهمينه، ولكن برضو انت يعني في كور مش محتاجة بقى وضع المنافسة ولا حاجة، يعني في كور انت باشا واحد اتنين على طول. انما امام بياخد الكورة بيمشي بيها كتير قوي في الملعب، ودي مشكلة كبيرة لازم ريفيرو يتكلم معاه فيها. انا عايز لعبة يعني زي ما بيقولوا لمسة ولعبة، يعني عايز لمسه ولعبه، مش عايز بقى ان انت تاخد الكوره ولازم انا اظهر، لازم انا ابين ان انا لعيب جامد قوي. لا يا معلم، انت لعيب جامد قوي عندنا هنا في مصر، احنا مقتنعين بده يا عم، انت احسن لاعب في مصر وكل الناس قالت لك كده. انما انت رايح دلوقتي معلش انا اسف وسط العتاوله، فيعني انت بالنسبه لهم لعيب عادي يعني فلازم تدرك ده. وعشان تثبت بقى ان انت لعيب جامد قوي على الناس دي لازم يبقى فكرك اسرع من كده بكتير، وطريقه لعبك اسلس من كده بكتير. طبعا عندك بن رمضان امبارح يمكن اول ماتش ليه مع النادي الاهلي، الراجل شفناه بعض اللمسات الكويسه، الراجل فيه جات كده مميزات عنده اللي احنا جايبينه اصلا عشانها، وهي انه بيعرف يستلم الكره تحت الضغط، بيقدر ان هو ينزل للدفاع ويستلم الكره وبيخرج بالكره بشكل كويس قوي، بيقدر ان هو يلعب كل ده. فعشان كده جايبين بن رمضان اصلا، فهو دي مميزاته وهو ده اللي احنا محتاجينه منه. محتاجين بقى ان هو يركز بس في الباص بتاعه، الخروج بالكرة بشكل منطقي وصحيح، ان هو كل دي الحاجات اللي احنا مستنيينها من بن رمضان. عندك كمان طبعا مروان عطية وحمدي فتحي واليو ديانج، التلاتة يعني اي اتنين فيهم او اي واحد فيهم هيلعب في الملعب انا بالنسبة لي اشتريت التلاتة 10/10، التلاتة مقاتلين، التلاتة دفاعيا كديفندرات ملهمش حل بصراحة، وبسم الله ما شاء الله اللياقة البدنية بتاعتهم يعني ربنا يحفظهم ويحميهم، بسم الله ما شاء الله القوة البدنية كل ده التلاتة مميزين فيهم جدا جدا جدا. التلاتة بيقوموا بنفس الادوار، وحط تحتها 100 خط ان التلاتة بيقوموا بنفس الادوار، مفيش حاجة مختلفة، مفيش حاجة جديدة. التلاتة دفاعيا كويسين متمركزين كويس، التلاتة بدنيا عاليين قوي، التلاتة مقاتلين قوي في نص الملعب، فبيقوموا بنفس الادوار. نروح لنص ملعب المهاجم، اتكلمنا عن بن رمضان، اتكلمنا عن امام، عندك مين كمان؟ عندك محمد مجدي قفشه اللي طبعا طلع واتكلم عن كولر وقال ان انا ما خدتش حقي في ايام كولر. انا واحد من الناس اللي بتحب قفشه وشايف ان كورتهم حلوه، ولكن هرجع واقول لك ان مش شايف ان هو اللاعب الاساسي. انا شايف ان هو اللاعب اللي بيقرا الماتش من بره ينزل يغير شكل اللعب، اللاعب اللي يقدر ان هو ينزل يغير لك شكل اللعب شويه في الناحيه الهجوميه، سواء انت متقدم في النتيجه فعايز تزود النتيجه، او انت متاخر في النتيجه وعايز حد ينزل يعمل ادوار هجوميه ومساعده هجوميه. انما قفشه مشكلته ان هو دفاعيا مفيش صفر، ضغط مفيش صفر، فدي كلها مشاكل عند قفشه عايز الكوره السهله، عايز الكوره اللي انا العب على طول لقدام، عايز الكوره اللي انا امرقص واشوط، هو عايز كده بس. انما ضغط بقى وبتاع مش بتاع الكلام ده، وانت رايح تلاعب ناس هي ما بتعتمدش غير على ده. يعني الناس اللي احنا رايحين نلعبهم سواء بقى بالميراس سواء بورتو سواء حتى انتر ميامي، الناس دي يا جماعه كل يعني اكل عيشهم على الضغط على المنافس، الخروج بالكره بشكل سريع، كل الحاجات دي هي المميزات بتاعت الفرق دي، وهي دي الفرق دي اصلا بتتربى على كده، ان هو يضغط كويس قوي، ان هو يخرج بالكرة بشكل سريع قوي، ان هو يلعب على المرتده بشكل غير طبيعي. فكل الفرق دي عندها المميزات دي. ده غير بقى مثلا انت في اول ماتش عندك هتلاعب ميسي، ففي بقى مهاره وفي سرعه وفي فنتات وفي حركات وفي شغل، فانت هتعمل ايه؟ انت لازم تجاري الناس دي، فعشان تجاري الناس دي لازم تبقى سريع، قراراتك سريعه، كل حاجه عندك بسرعه. انما الريتم البطيء اللي احنا متعودين عليه بتاع الدوري المصري ده مش هينفع مع الناس دي خالص، الناس دي هتاكلك. وشفنا باتشوكا اهو، فرقه في المتناول جدا، فرقه في المتوسط جدا يعني،
امبارح كلتك في نص الملعب، خاصه الشوط الاولاني. كانت بتضغط عليك بال8 وانت مش عارف تعمل حاجه، بيضغطوا عليك في ال18 بتاعك بال8 لعيبه وانت مش عارف تعمل حاجه. بتخرج بالكره برده بشكل بطيء قبل ما الكره توصل للجناح، سواء محمد طاهر في الشوط الاولاني او زيزو او تريزيجيه، كره بتعاني قبل ما توصل للناس دي. فدي مشكله كبيره لازم انت تتداركها، ولازم ريفيرو يتكلم فيها مع اللعيبه ان احنا اسرع يا جماعه، لازم الريتم يبقى اسرع من كده بكتير. لو جينا بقى لزيزو وتريزيجيه، فطبعا الاثنين يعني بسم الله ما شاء الله حاجه مبهره. امبارح شفنا الاثنين في الملعب. تريزيجيه طبعا لا خلاف عليه، من اول يوم قلنا ان هو الصفقه الاهم والصفقه الابرز والصفقه الانجح. حتى يعني مع احترامي طبعا لزيزو، تريزيجيه هو اهم صفقه الاهلي عملها في انتقالات المونديال دي، فعلا هو اهم صفقه. طبعا زيزو برضو لاعب من اللعيبه المميزه جدا، لاعب خطير جدا، لاعب بيقدر ان هو كمان يعمل ادوار دفاعيه، ودي ميزه كبيره قوي عند زيزو، ان بسم الله ما شاء الله برضو ربنا يحميه، البدني عنده كويس جدا، بيقدر ان هو غير ان هو طبعا مهم جدا الكره اللي بتلعب قدام، ان هو كمان بيقدر ان هو يرجع ويعمل ادوار مسانده دفاعيه. عشان كده انا شايف ان زيزو مهم جدا يكون موجود في الملعب. الناحيه الثانيه تريزيجيه، انا شايف ان تريزيجيه لو يعني انا هتكلم دلوقتي عن وجهة نظري في الخطة واللعب، وهتكلم عن حاجة كده دلوقتي، وشايف ان ده افضل مكان هيكون لتريزيجيه في الملعب. فتعالوا بس نتكلم عن اخر حاجة، وهي المهاجم الاسترايكر بقى رقم 9. مين عندك؟ طبعا جراديشار، وعندك وسام ابو علي، وعندك مشكلة ان جراديشار اتصاب امبارح، ان شاء الله تبقى اصابة خفيفة يعني ويرجع، ولكن جراديشار برضو عنده مشكلة انه مش هو المهاجم التسعة زي ما احنا بنقول بقى، لا هو وسام ابو علي. فانت هتضطر تنتظره لما يرجع ان شاء الله من المنتخب بالسلامة، ويكون هو المهاجم الاساسي بتاعك. تعالوا بقى نروح للحتة اللي انا بقول لك عليها، وهي ان انا شايف ان الخطة لازم تتحول. تعالوا بقى نروح للخطة، لان انا عندي وجهة نظر حابب ان انا اعرضها عليكم، وانتوا تقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، لانه طبعا مهم جدا. وانا شايف ان الافضل للنادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية هي 3-5-2 يا جماعة. دي افضل خطة بالنسبة لي انا شايفها للنادي الاهلي. شوف كده الخطة دي معايا وقول لي رأيك فيها. يعني طبعا في حراسة المرمى خلاص محمد الشناوي، مع اني افضل شوبير، بس يعني خلاص احنا معتمدين على الشناوي كالخبرة، والراجل برضو العنصر الخبرة اللي موجودة، فمفيش اي مشكلة. 3 اللي في خط الظهر هيبقوا اشرف داري، ياسر ابراهيم، وعندك معاهم مثلا العش مصطفى العش يكون الثالث بتاعهم. ال3 بيلعبوا ورا، واحد فيهم مؤخر سواء بقى كان ياسر او اشرف داري مؤخر، الاثنين التانيين بيقدروا ان هم يعملوا المسانده جنبهم بقى على الجناحين اللي هم 3-5-2. طبعا عارفين ان احنا طالبين من الاثنين اللي بيلعبوا وينجات ان هم يبقوا في الحاله الهجوميه وينجات، في الحاله الدفاعيه يقدروا ان هم يرجعوا ويعملوا الادوار الدفاعيه. فانا شايف من وجهة نظري على اليمين زيزو، وزي ما قلت لك من شويه ان زيزو دي مميزه عنده، ان هو بيقدر يعمل الادوار الهجوميه وبيقدر يرجع ان هو يعمل المسانده الدفاعيه. طب هتقول لي زيزو برضو لسه بقاله فتره كبيره ما لعبش، وبقاله فتره كبيره مش موجود، وما عندوش برضو ممكن يكون اللياقه البدنيه برضو بتاعته مش قد كده. فانت شايف ايه؟ اقول لك حسين الشحات من العناصر المهمه جدا في النادي الاهلي، واللي قلت قبل كده عليها انه ما ينفعش يخرج ابدا من النادي الاهلي دلوقتي، بالعكس ده انسب وقت ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، لانه هيفيد بخبرته بادائه بالحاجات اللي موجوده عنده. بصراحه الحسين الشحات كان لازم يكون موجود في النادي الاهلي. فلو زيزو لسه مش جاهز 100%، لا يبقى اللي يبدا حسين الشحات. الناحيه الثانيه كريم الدبيس لاعب عنده الميزه ان برضه بيعمل ادوار دفاعيه، وده اللي انا محتاجه منه اكتر، لان انا في حاله ان الدنيا يعني متكعبله شويه هيتاخر الدبيس وهياخد زيزو حريه شويه في الحته الدفاعيه دي، هعفيه منها شويه وارجع الدبيس هو اللي يعمل ادوار دفاعيه. يبقى انا كاني بلعب باربعه ورا عادي جدا، سواء بقى ياسر ابراهيم يمين ناحيه اليمين او اشرف داري، ده في الحاله الدفاعيه. ولكن الاعتماد الاكتر ان الاثنين هيرجعوا عادي جدا، سواء زيزو او الشحات مع الدبيس هيرجعوا، هيبقى انا عندي 5 مدافعين ورا. في نص الملعب عندي 2 هيبقوا ارتكاز. طبعا اي واحد من ال3 انا بالنسبه لي هيبقى 10/10، سواء الو ديانج او حمدي فتحي او مروان عطيه. اي واحد من ال3 يكون ارتكاز ثابت ورا الديفندر بتاعي، ده المقاتل بتاعي اللي بيسترجع لي الكره بشكل سريع، اللي بيقدر ان هو يلتحم، اللي بيقدر ان هو يعمل طبعا الشغل البدني الكبير.
ودايما سريع في قطع الكوره، دايما عنده الالتحامات القويه والكلام ده كله. وجنبه محمد بن رمضان اللاعب بقى العقل اللي برضه بيعمل الادوار الدفاعيه وبيقدر ان هو يفتك الكوره بشكل سريع، وغير كده انه بيقدر ينزل يستلم الكوره وسط ضغط، بيقدر ان هو يلف يعمل الدريبلينج، يقدر ان هو يخرج بالكوره بشكل مظبوط، يقدر يسلم ويستلم من اي لاعب في الملعب. وده يعني العقل المدبر، وده اهم واحد بالنسبه لي في الخطه دي، لان هو ده اللي هيحرك الفرقه، هو ده اللي هيبقى يعني ايه. عايز اديك مثال فيتينيا كده، فيتينيا باريس سان جيرمان، هيبقى محمد بن رمضان بالنسبه لي انا هو اللاعب اللي هيقوم بالدور ده، اللي ما عليهوش قوي الادوار الدفاعيه، مش بجبر قوي عليها، ولكن قادر ان هو يعملها، وفي نفس الوقت عنده الاريحيه انه يستلم الكوره ويخرج بيها ويسلم ويستلم ويعمل بدايه الهجمه المظبوطه للنادي الاهلي. قدامه امام عاشور، طبعا لازم يكون موجود وامام بس يبقى اسرع بقى، يعني يسلم ويستلم اسرع، يسلم ويستلم اسرع. قدامه اتنين، وسام ابو علي قدام كسترايكر صريح، مهاجم صريح مفيش اي كلام. تحت منه تريزيجيه، اللاعب الحر اللي بيمين يمين يميل شمال، ينزل يستلم الكوره، ياخد الكوره يروح، بيعمل كل حاجه. هو ده اللاعب الجوكر زي ما بنقول، اللاعب اللي هو ايه. برضه اديك مثال، مثلا لوتارو مارتينيز في انتر، اللاعب اللي بيعمل الادوار دي، اللي قدام تلاقيه، ناحيه اليمين تلاقيه، ناحيه الشمال تلاقيه، بينزل يستلم من اللعيبه بتاعت نص الملعب عادي مفيش مشاكل، وياخد الكره وبسرعته وبلياقته البدنيه اللي بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يزيده فيها، يقدر ان هو يروح بسرعه على المنافس ويبدا هجمه سريعه. كل دي مميزات تكون موجوده في تريزيجيه، ويقدر ان الفريق يبقى قايم على حيله كده، واقف على رجله. ده بالنسبه لنا الخطه اللي شايفها مناسبه جدا للنادي الاهلي، والاهم فيها واللي لازم ريفيرو تكون تعليماته للعيبه هي تضييق المساحات. ما بقاش فيه مساحات كبيره ما بين اللعيبه، يعني ما بقاش بعيد عن بعض، ما بقاش فيه زي امبارح كده ما شفنا في ماتش باتشوكا اللعيبه بعيد، كل لعيب فيه مساحه كبيره بينه وبين التاني. كنا بنشوف ورا الاثنين مثلا بتوع نص الملعب، سواء بن رمضان بقى وحمدي او بن رمضان مروان، كان بيبقى دايما في اتنين وراهم اصلا واقفين، لان المساحات كانت كبيره. يمكن تداركها ريفيرو في الشوط الثاني الراجل بصراحه، وقلل المساحات، وهو ده اللي انا بتكلم عليه. لازم تقلل المساحات ما بين اللعيبه، لان انت بصراحه خلينا نتكلم برضه ان انت الناس دي تقيله، الناس دي هي دي زي ما قلت لك ده اكل عيشها. فانت لو ما قدرتش ان انت توازن الامور هتبقى مشكله كبيره جدا عندك. فلازم ان انت تتعامل بشكل مظبوط مع كل الاشكال بتاعت اللعب دي، خاصه ان انت يعني لو ربنا كرمك وقدرت ان انت تفوز على انتر ميامي وبالميراس، فانت عندك ماتش بورتو، ماتش مش سهل، فرقه تقيله، فرقه لازم ان انت وصل لها حاجه من الاتنين. يا اما انت اوريدي خلاص متاهل واخد ال6 نقط من انتر ميامي ومن بالميراس، فكده كده الماتش يعني تحصيل حاصل، فانت هتطلع اول يا هتطلع تاني، يا اما هتبقى واصل لها هو طوق النجاه ان انت تكسبها او تتعادل معاها عشان تتاهل. فانت لازم تبقى عامل كل حساباتك وكل احتياطاتك ان انت ماتش بورتو تبقى واصل له ان انت فرقه واقفه على رجلها. وطبعا بقى انتظروا حلقه التوقعات، هنتكلم فيها برضو بقى عن الفرق عموما بشكل اكبر بكتير، وهنتكلم فيها براحتنا شويه عن كل فرقه بقى وعن المجموعات كلها، ومين هي الفرق المتوقع ان شاء الله ان هي تتاهل. فانتظروا الحلقه دي ان شاء الله هتنزل قريب. فبشكركم جدا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وسلام.